السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة بقى هوريكم مشتريات الشهر او بقية مشتريات الشهر اللي انا جبتها، وهقول لكم كمان على الاسعار، يعني حسب ما انا في حاجات جبتها كده عارفة اسعارها، وفي حاجات الصراحة ما سألتش على الاسعار بتاعتها، فهقول لكم على كل حاجة ان شاء الله. بس عايزاكي بقى تدعميني بلايك حلو منك واشتراك في القناة، ويلا نسمي الله مع بعض. اول حاجة انا اشتريتها كنت شارية الصراحة ليفة، كان عرض ليفة مع سلك مواعين كانوا عاملين 12 جنيه. فبس انا يعني اشتريتها قبل المشتريات دي واستخدمتها، هوريكم دلوقتي الليفه. هي حلوه جدا. انا ما جبتش الصراحه المره دي بقى الليفه اللي هي بسلك، جبت ليفه تانية كده بترغي معايا حلو جدا. فدي كانت عليها السلك ده ب 12 جنيه، فجبتهم كان عرض مع بعض. تمام. دي اول حاجه انا جبتها في المشتريات، وقلت لكم كده على السعر بتاعها. الحاجة التانية اللي انا جبتها، جبت المناديل دي، مناديل زينة، دي كانت عاملة 15 جنيه. هما 550 منديل، 3 طبقات، يعني الامتصاص بتاعهم حلو جدا. وعلى فكرة ساعات مثلا لما عاوز منديل فرد واحد فبفرغ ال3 طبقات يعني. لكن هي حلوة قوي، وكمان ما فيهاش ريحة، علشان خاطر لو بنضف مثلا حاجة خاصة بالاكل ما تعملش معايا اي ريحة. وكمان المنديل ناعم جدا، يعني المنديل مش خشن ولا حاجة. كمان جبت فرشة الأسنان دي، كانت عاملة 20 جنيه، وكان عليها الساعة دي، ويعني لقيت حتى الساعة بتشتغل مش مجرد ان هي صورة. بصوا أنا ما بجيبش فرش أسنان صغيرة ماركة، لأن مثلا أنا ما يعني الأطفال عامة ما يغسلوش سنانهم كل يوم، يغسلوها مثلا مرتين أو مرة في الأسبوع، لأن الأسنان بتكون لسه صغيرة يعني. وكمان أنا ما بحبش صراحة فكرة غسيل الأسنان للأطفال كل يوم. وكمان انا بجيب المعجون الاسنان المخصص للاطفال، ما تستخدموش المعجون السنان بتاعنا للاطفال. فهو كده كده يعني مثلا كل فتره بيضيع فرشه، بيوسخ فرشه، فبجيب له الفرش العاديه دي. دي كانت عامله 20 جنيه وحلوه جدا على فكره، والساعه كانت شغاله كمان فعجبتني وجبتها. كمان جبت الليفه دي ب5 جنيه، قلت علشان برضو انضف بيها الخضار اللي بيكون فيه طينه، سواء مثلا بطاطا، طماطم، بطاطس كده يعني، فعجبتني ان انا اجيبها انضف بيها الخضار. واما تتهالك قوي هبدا ان انا مثلا، يعني مش لما تتهالك، لما احس ان هي خلاص معايا هبدا ان انا استخدمها عادي للحمام او للمطبخ كنظافه وارميها. جبت كمان كيس اوكسي باللافندر ده ب20 جنيه. انا لسه عندي بقيه مسحوق من الشهر اللي فات، فمش هعمل الخلطه دلوقتي، فانا جبته برضو احتياطي وسبته، وبعد كده هبقى اجيب بقى الكيلو من السايب واعمل الخلطه. جبت المناديل دي، اعتقد كانت عامله برضو 15 جنيه. كانت دي طبقتين فوق بعض، فجبت الاتنين دول بتوع المطبخ. بصوا كده، انا يعني ايه، فاكره ان هي عامله في حدود 13 او 15 جنيه الصراحه، لما جمعت كل الحاجات على بعض وعرفت كل حاجه لوحدها ايه. فدي كانت عامله حدود 15 جنيه. تعالوا بقى نشوف الحاجات اللي احنا جبناها من محل العطارة. وانا خليته يكتب لي ورقة بالاسعار، علشان خاطر يعني انا ما كنتش عارفة الاسعار الصراحة عاملة كام بالنسبة للرز وبالنسبة للدقيق. اول حاجة جبت هنا ربع سمسم، كان عامل 20 جنيه. جبت ربع سمسم ابيض، كميته حلوة جدا. انا الصراحة كنت ناوي يعني اجيب نص، بس لقيت الربع كميته كبيرة قوي، فان شاء الله ده هنعمل بيه الطحينة، وكمان هنغسله مع بعض ونحمصه. كنت ناوية اجيب كاري وبهارات فراخ، ولكن لقيت بقى ايه، يعني بتاع العطارة قال لي ان دي بهارات مجمعة كده، العلبة دي ب15 جنيه. فيها بهارات كتير قوي تنفع في الاكل يعني، وكمان فيها بهارات صحيحة. فانا هطلع منها البهارات البودرة بعيد، وهطلع الصحيحة يعني بعيد عنها. حلوة قوي والصراحة انا جربتها بعد كده يعني قبل ما ان انا اسجل لكم الفيديو، عجبتني وريحتها حلوة قوي. فيها كل حاجة، بهارات فراخ، وفيها كاري، وفيها كمان روزماري، زعتر، فيها كل حاجة ممكن تحطيها مثلا على الرز البسمتي او على الفراخ، حلوه جدا. جبت كمان بحوالي 3 جنيه، مش فاكره 3 او 5 جنيه، ورق لورا، سبته برضو احتياطي كده عندي. انا عندي شويه صغيرين ولكن بحتاجه في الشوربه وفي الرز البسمتي وكمان الفريك، فجبت هنا دول بحوالي 3 جنيه اعتقد يعني. هما 3 يا 5، ما زودتش عن كده. وهنا جبت ربع كيلو من البقسماط او الفيجيتار المتبل، كان عامل 9 جنيه. تمام، ده متبل عامل 9 جنيه، فانا قلت ايه اجيبه متبل جاهز بدل ما انا مثلا اتبله. برضو يعني ايه، ما نستهلكش بهارات كتير جدا، وكمان علشان خاطر هما بصراحة بيدوا تتبيلة حلوة يعني. فده كان عامل 9 جنيه. جبت هنا 4 اكياس من الصلصة، كانت عاملة 2 جنيه ونص، فالاربعة دول عملوا 10 جنيه. بتقعد معايا الصراحة الشهر كله، حلوة جدا يعني. ممكن خلال الشهر ممكن اجيب واحدة ولا اتنين لو احتجت، بس مش دايما بحتاج، لاني بعمل صلصة اللي هي بتاعت الطماطم في البيت حلوة جدا.
هنا جبت ب10 بيكربونات وب10 ملح ليمون علشان خاطر برضو التنظيف، وعلشان خاطر البيكربوناتو استخدمها في الكيكات. انا الصراحه سالته قلت له عايزه علب البيكربوناتو اللي هي جاهزه، قال لي لا دي اللي بتستعمل الاثنين. فانا الصراحه استخدمتها كذا مره للكيكات ولقيتها شغاله معايا. برضو بستخدمها في التنظيف، وبحب قوي ملح الليمون يفضل عندي يعني طول الوقت. ف10 جنيه من البيكربونات والملح الليمون كل واحد ب10 بيقعد معايا شهر ونص، كمان مش شهر بس. جبت كمان بهارات هنا، دي كانت بهارات سمك، جبت 3 جنيه بهارات سمك. وجبت ب5 جنيه كمون، الكمون طبعا بنحتاجه على طول في اكلات كتير. جبت كمان ربع، لا ده كان نص شطة ب5 جنيه. الشطة انا ما بستخدمهاش على طول الصراحة، بس انا بحب ايه تبقى محطوطة عندي وبحطها في التلاجة، بتقعد عندي فترة كبيرة جدا، ممكن تقعد عندي 3 4 شهور 6 شهور كمان. جبت بقى 2 كيلو من الدقيق و2 كيلو من الرز. استنوا بقى هقول لكم السعر كام، لان انا الصراحه كنت متلخبطه بين سعر الدقيق وسعر الرز. طيب انا كنت ناويه اجيب 2 كيلو من الدقيق وعليهم كيلو اللي هو بتاع اصاله، تمام. فانا يعني كنت نازله بمبلغ معين، والمبلغ كان خلص معايا على الحاجات اللي انا جبتها، فقلت لا هبقى اشتري اللي هو اصاله ده من المصروف اليومي مثلا، يعني المصروف اليومي او الاسبوعي. بصوا بقى السعر بتاع الرز كان عامل 20 جنيه للكيلو، يعني 40 جنيه. والدقيق كان عامل 16 جنيه، تمام كده للكيلو، يعني الاتنين كيلو عاملين 32 جنيه، تمام. وزي ما قلت لكم السمسم الربع ب20، والفيجيتار ب9 جنيه الربع. وكمان البهارات بقى كلها كانت عامله 18 جنيه، وجبت دي كانت عامله 15 جنيه، تمام كده. وجبت كمان ربع السمسم زي ما قلت لكم كده ب20، وجبت البهارات دي كلها عملت 18 جنيه، يعني حاجات ب3 وحاجات ب5 مع بعض، فعملوا 18 جنيه. ملح الليمون والبيكربونات وكل واحد ب10، وب10 اللي هي ال4 اكياس من الصلصه. رحت بقى محل تاني كملت، يعني في حاجات بجيبها من محل معين، وفي حاجة يعني عارفة انتي شوفي الحاجات اللي بتعجبك من المحلات المعينة. في حاجات بتعجبني عند مثلا محل عطارة معين، وفي حاجات من ايه من المحل التاني. فانا جبت هنا ب3 جنيه بابريكا، وجبت ربع النشا، مش عارفه الصراحه ربع النشا ده بكام. جبت كمان الشاي ده كان شاي بالفراوله فحبيت اجربه. وجبت بقى بهارات كنور. بصوا انا بحب البهارات قوي، فقلت لكم بقى عن موضوع بهارات البطاطس في الفيديو اللي فات، فجبت منها 2 كمان. جبت كمان بهارات كنور، بهارات فراخ، يعني قلت برضو لو حطيت منها على البطاطس كده هجربها. انا جبت بهارات اللي هي المشكله دي فيها بهارات فراخ، ولكن انا بحب الصراحه البهارات قوي. بصوا بقى انا جبت البهارات دي، وجبت اللي هو باكيت الشاي بيبقى عامل جنيه ونص. الصراحة مش عارفة بهارات كنور عاملة كام. المهم انا جبت الشاي، وجبت كمان الكيس البن بتاع ابو عوف ده ب23، وجبت ربع النشا. كل دول كانوا عاملين 40 جنيه، تمام كده. انا نزلت بمبلغ معين وجبت احتياجاتي اللي انا ايه محتاجاها قوي. كمان جبت البطاطس هنا كان عاملة 12 الكيلو، فانا جبت ب15. والطماطم كانت عاملة 8 فجبت ب10. وهنا كنت جايبة حزمتين بقدونس، هعمل لكم ان شاء الله الفيديو الجاي بيها حاجة حلوة جدا. يعني بتاع ده عجينه كده حلوه قوي ان شاء الله هتعجبكم. كنت جايبها بجنيه، فانا جبت الاحتياجات اللي انا عايزاها دي كلها. في حاجات كنت محتاجاها تانية ما اشتريتهاش، بحيث ان انا ايه يعني استغل بقى المصروف الاسبوعي اجيبها منها، ما استهلكش كله. يعني انا مثلا نازله مبلغ معين هخلصه خلاص، مش هزيد عنه. وقلت لكم قبل كده ما ننزلش باي حاجه احتياطي، يعني ما ننزلش بمبلغ احتياطي لان الاحتياطي بيتصرف. جبت كمان الليبتون، الشاي ليبتون الصغير. انا مش يعني انا مش من النوع اللي بشرب شاي الصراحه، فجبت شاي ليبتون الصغير. وجبت كمان معايا واحده من الدانت، الاتنين دول كانوا عاملين 9 جنيه. اعتقد الدانت ب4 والشاي ب5، تمام كده. كانوا عاملين 9 جنيه، فدي علشان هعمل برضو بيها حاجه حلوه جدا. الهوهوز ده والاوريو، الهوهوز الواحد ب3 جنيه، والاوريو برضو ب3 جنيه، فجبت الخمسه دول ب15 جنيه. ودول علشان برضو هعمل بيهم حاجة مع الدنت حلوة، مش عشان خاطر ان احنا ناكلهم كده. انا اصلا منع يعني الكيكات اللي هي الجاهزة اللي من بره، ولكن في نوع تحلية كويسة يعني عجبتني، فحبيت ان انا اجيبه واجربه بيها.
جبت اكياس ثلاجة الحجم الكبير، هو مش كبير قوي بس حجمه حلو يعني. جبت دول ب5 جنيه اعتقد ربع. هم حلوين قوي وهيقعدوا معايا شهر ويمكن شهر وزيادة كمان. اكياس التلاجة من الحاجات اللي فعلا بنحتاجها على طول وبتحفظ الاكل. كمان جبت بصوا بقى، انا اول مرة في حياتي ان انا اجيب الكريم باستري او الباستري كريم يعني، فانا سمعت ان هو حلو قوي. وكمان حلو في الرز بلبن بيقولوا حلو قوي، فحبيت ان انا اجربه. الربع كان عامل 17 جنيه، فده جبته من عند محل مستلزمات الحلواني. جبت ربع ب 17 جنيه، وان شاء الله هجربه كده واقول لكم. بس يعني انا كل الريفيوهات اللي سمعتها عنه، كل اللي بيستخدموا الحلويات الصراحه بيشكروا فيه. جبت كمان كريم شانتيه البودر الخام، انا بحب اجيب الخام لان المحلى بيعمل معايا مطه مش حلوه كده. جبت دول، بص هو الكيلو كان عامل 120، فانا قلت له يوزني ب 25 جنيه، تمام؟ فده اقل من الربع شويه، ولكن كميته كبيره جدا وحلوه جدا. بس كده كل دي مشتريات بقيه مشتريات الشهر اللي انا جبتها. الحاجات بقى الباقيه طبعا هجيبها كده ايه يعني، مثلا كنت محتاجه كيس لسان عصفور، ده هجيبه في الاحتياجات بتاعتي اليوميه او الاحتياجات الاسبوعيه، بحيث ان انا مش محتاجاه دلوقتي وانا عندي مثلا شويه من الشهر اللي فات، فما اجيش على نفسي ولما اخلص اللي عندي اشتري. فيديو النهارده يكون خلص، اتمنى الفيديو يكون عجبك. لو عجبك ما تنسيش لايك واشتراك في القناه، والسلام عليكم.